نصيحة لأي حد عايز يروح الإمارات أو بيفكر يروح الإمارات. فأنت قدامك، بالنسبة لي أنا ودي نصيحة لأي حد، فأنت قدامك 3 طرق تمشي عليهم. أول حاجة إنك تطلع على عقد عمل من بلدك للإمارات مباشر. أيا كان عقد العمل هناك أنت تعرف تغير الوظيفة بعد كام شهر بسهولة. تمام، دي النقطة الأولى. طب أنت مش عايز تطلع على عقد عمل ولكن عايز تطلع زيارة، فأنا منصحكش بالزيارة إلا في طريقتين أو حلين: إنك تكون معاك مهنة معينة أو بتفهم في مجال معين كسيلز، كمجال مبيعات، كأي شيء. تمام. ولو أنت بتفهم في مجال معين بعيدا عن المهنة أو الصنعة، يكون معاك لغة، على الأقل تكون ملم باللغة، تكون ملم بها يعني بنسبة 6/10 7/10. تمام. طب انت ما معكش مهنة او صنعة وما بتفهمش في مجال معين، يعني ما عندكش خبرة في مجال معين وبرضه عايز تطلع زيارة، يبقى الحل الأخير وهو إنك يكون معاك لغة بنسبة 10/10، يعني اللغة بتاعتك تكون 100%. تمام، عشان تعرف إنك تحصل شغل بسهولة وبسرعة. ده في حالة إنك هتطلع زيارة. يعني الكلام اللي أنا بقوله ده للناس اللي عايزة تطلع زيارة وعايزة تحصل شغل بسرعة، ما تتعبش في البلد. وفي الأول وفي الآخر كل شيء نصيب، واللي مكتوب للرزق بياخده، ولكن هي بتبقى مسألة وقت إنك تحصل شغل. لكن الكلام اللي بقوله كعقد عمل إنك تبقى طالع مرتاح، وكزيارة إنك تكون معاك خبرة أو معاك لغة زي ما أنا بقول، فبرضو عشان تبقى إنك حصلت شغل بسرعة وما تتعبش في البلد وما تاخدش وقت كبير. بس وفي الأول وفي الآخر كل واحد بياخد رزقه ونصيبه. وما تقتنعش بكلام حد يقولك تعالى زيارة وأنا هضمن لك شغل والكلام ده كله، مفيش الكلام ده. اللي هيقولك تعالى زيارة ويضمن لك شغل يبعت لك عقد عمل من المكان اللي هو فيه ويجيبك على إقامة أسهل. فما تسمعش كلام أي حد يقولك تعالى زيارة وأنا محصل لك شغل والكلام ده كله، ما تسمعش لأي حد. بس